مباريات الديربي ما بتبقاش عادية، توقعات النتائج فيها بتبقى خارج الصندوق. علشان كده احنا كجمهور اهلاوي لازم نفكر فريقنا بمباريات الكلاسيكو، وطبعا علشان تدب روح الفانيلا الحمراء في الشياطين الحمر. واكيد ما لقيتش احسن من مباراة بيبو بشير، بيبو والجون. مباراتنا النهارده وصفها المحللون بانها اكتر مباراة قسوة في نفوس الزملكاوية، وكانت في الجولة 23 من مسابقة الدوري العام. والنتيجة كانت كارثة للقلعة البيضاء بسبب الأهلي اللي قدر يخترق حصون القلعة البيضاء بسداسية مقابل هدف وحيد. وتحولت المباراة لذكرى أليمة اتسجل في التاريخ فيلم سينمائي، وإعلانه كان من إنتاج جماهير الأهلي اللي هتفت بيبو بشير، بيبو والجون. يوم 16 مايو 2002 وتحت قيادة المدرب مانويل جوزيه بدأ بث المباراة بس من غير صوت، وبعد 4 دقايق سمعنا صوت المعلق مدحت شلبي وهو بيقول أول جملة: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والهدف الأول للنادي الأهلي. ووصف الهدف بكرة عرضية استلمها رضا شحاتة اللي بيلعب لأول مرة في مباريات الديربي، وانطلق بيها من ناحية اليمين وسدد صاروخ على يمين حارس مرمى الزمالك محمد عبد المنصف. وفي الدقيقة 17 جilberto بيلعب عرضية، فشل محمد عبد المنصف حارس المرمى انه يتعامل معاها ويرجعها الصخرة وائل جمعة على كتف ابراهيم سعيد اللي بيجيب الهدف الثاني بكل سهولة. وقبل ما يفوق لعيبة الزمالك راح خالد بيبو لاعب بلياردو مع احمد بلال، وبعد هات وخد بينهم احرز بيبو الهدف الثالث في الدقيقة 29 من عمر الشوط الاول، وسط ذهول من جماهير الزمالك وعاصفة وفرحة من جماهير الاهلي. وقبل ما الشوط الاول يخلص التوأم حسام وابراهيم حسن كانوا بيلعبوا في الزمالك، يجي ابراهيم حسن يلعب عرضيه لحسام حسن توأمه علشان يحرز الهدف الوحيد والاول في المباراه للزمالك على يمين عصام الحضري، وتنتهي الشوط بنتيجه 3-1 للنادي الاهلي. ويبدأ الشوط الثاني، وفي الدقيقة 19 بيمرر رضا شحاتة الكرة لبيبو اللي انطلق بيها من جهة الشمال ليرقص بشير تبع ترقيصة اتكتبت في التاريخ واتغنى بيها المعلق والجماهير. ويحرز الهدف الرابع بيبو على شمال عبد المنصف اللي فضل يصرخ على بشير، بس لا صوت يعلو في اليوم ده على صوت جمهور النادي الأهلي اللي فضل يغني ويقول بيبو بشير، بيبو والجون. وفي الدقيقة 27 بدأ يلعب خالد بيبو ومحمد فاروق بخط دفاع الزمالك، واللي يحرز بيبو الهدف الخامس وما يمسكش نفسه مدحت شلبي ويقول ايه يا بيبو ده يخرب عقلك يا راجل. وفي الدقيقة الثانية في الوقت بدل ضايع بينطلق بيبو ويرقص عبد المنصف ويجيب الهدف السادس، ويصرخ مدحت شلبي ويقول اقول لك ايه وعيد لك ايه يا خالد يا بيبو خلصت فيك كل الكلام. وتخلص المباراة بس جمهور الأهلي بيقول احنا الكلام على بطولاتنا ما بيخلصش. وندخل على مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري 115 مباراة، الأهلي فاز في 46 مباراة والزمالك فاز في 27 مباراة وتعادلوا مع بعض في 47 مباراة، ومجموع أهداف الأهلي فيهم 142 هدف والزمالك 154 هدف. ندخل على كاس مصر 31 مباراة، الأهلي فاز في 16 مباراة والزمالك فاز في 10 مباريات وتعادلوا مع بعض في 5 مباريات، وأهدافهم فيها الأهلي 57 هدف والزمالك 46 هدف. أما عن دوري منطقة القاهرة في 44 مباراة جمعت ما بين الأهلي والزمالك، الأهلي فاز في 21 مباراة والزمالك فاز في 10 مباريات وتعادلوا مع بعض في 13 مباراة، وعدد أهداف الأهلي 80 هدف وعدد أهداف الزمالك 54 هدف. ندخل على بطولة كاس السوبر المصري، فاز الأهلي سنة 2002 على الزمالك بركلات الترجيح، وسنة 2007-2008 فاز الأهلي 2-0، وسنة 2013 فاز الأهلي بركلات الترجيح، 2014 الأهلي فاز برضه بركلات الترجيح، 2015 فاز الزمالك بركلات الترجيح، 2017 الأهلي فاز 3-2، 2018 الزمالك فاز بركلات الترجيح، 2021 الأهلي فاز ب2-0، ودي كانت آخر مباراة وآخر بطولة الأهلي ياخدها من الزمالك.
بطولة كأس السلطان لعب ديربي الكرة المصرية 6 مباريات، فاز الأهلي في مباراة واحدة والزمالك في 3 مباريات، وتعادلوا مع بعض في مباراتين، وعدد أهداف الأهلي 6 وعدد أهداف الزمالك 9. أما عن مواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي كانت مباراة واحدة وفاز فيها الزمالك بهدف وحيد. واخر حاجه بطوله دوري ابطال افريقيا، واجه الكلاسيكو الكره المصريه 8 مرات مع بعض، فاز فيها الاهلي في 5 مرات وتعادلوا مع بعض في 3 مرات. اما عن عدد اهداف الاهلي هي 15 هدف واهداف الزمالك 8 اهداف. وخلصت حلقتنا، بس مش هتخلص بطولاتنا، واكيد كلنا بنتمنى فوز النادي الاهلي في مباراه الديربي القادمه ان شاء الله. ورسالتي النهارده: الاهلي عندي بالحياه ونصره اليوم هو المنى، فريق ما يعرفش المحال، جمهوره وراه زي الخيال. واخر حاجه ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك للحلقه علشان جمهور الاهلي اللي بيحبوني قوي ان شاء الله يودوها لعيبه النادي الاهلي.